بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيبي رسول الله عليه الصلاة والسلام. النهارده هنعمل قرنبيط. انا مسكته قطعته وحطيته دلوقتي اهو، الورد بتاعه اهو حطيته يتسلق في ميه وعليه كمون، عشان الكمون بيحط فيه شويه كده بيدي طعمه احلى وما بيبقاش تقيل. ماشي، وما بيخليش الواحد يعمل غازات كتير. انا حطيته شويه كمون وبسلقه دلوقتي سلقه كويسه، وبعدين هعمل معاكم الخلطه بتاعته. انا هعمل جنب القرنبيط بتنجان اهو عروسي، سبته سلقته معلش عشان الدخانه. ماشي، يا دوبك حطيته في ميه هو والفلفل، وبعدين هبتدي اعمل الخلطه بتاعته جنب القرنبيط. دي هتبقى غدوه. ماشي، طبعا القرنبيط بيحتاج بيض، هنجيب 5 بيضات، كوبايه دقيق، ميه، خضره كزبره، وبقدونس هنحط منهم شويه وشويه، هنحط توم مطحون، وبعدين هوريكم الخلطه بتاعه القرنبيط عامله ازاي عشان يطلع مقرمش كده وجميل. ماشي، خليكم معايا ما تروحوش لاي حته، متنسوش لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد باذن الله. هنبتدي زي ما انا وريتكم. القرنبيط بسلقه، وبعد ما اسلقه هصفيه، حطيت له كمون وسبته يتسلق على النار اهو. انا بحبه يتسلق حلو عشان ما يبقاش ناشف، العروق بتاعته تبقى ناشفه. فانا كده بسلقه، اول ما يتسلق هصفيه وابتدي اعمل الخلطه بتاعته واوريكم هنعمل ايه. زي ما قلت لكم، هو البتنجان انا سايباه لسه بميته اللي انا سلقاه فيها عشان اخد منها شويه ميه منه عشان نعمل البتنجان المسلوق بتاعنا. خفيف البتنجان، حلو خفيف. عملته مسلوق لان احنا كفايه علينا ان احنا هنقلي القرنبيط. ماشي، والقرنبيط هتبقى غدوه جميله، غدوه قرنبيط مع بتنجان. عايزين تحمروا بطاطس معاهم مفيش مشكله، وتبقى غدوه كده تغيير من الطبيخ والاكل. هنبتدي نقول بسم الله ونبتدي نشوف هنعمل ايه. القرنبيط بتاعي اهو بسلق، بعد ما السلق انا صفيته اهو، وهسيبه يبرد عقبال ما اعمل الخلطه بتاعته. الخلطه الجباره بتاعت القرنبيط عشان يفضل مقرمش وتاكليه لغايه اخر حته مقرمش، ما يبقاش ماي كده وطري اهو. سبته سلقته، انا مسكتها قطعتها، وبعد ما قطعتها حطيتها في ميه وكمون وشويه ملح بسيطه وسبته يتسلق. اول ما اتسلق طفيت عليه اهو وحطيته يصفى. ماشي، عشان بعد ما يصفى انا باخد كده اهي الورده بتاعتي اهي، واحطها اغطسها في الدقيق بتاعي اللي انا هعمله الخلطه بتاعتي، وبعدين احطه في زيت غزير مقدوح وسخن يعني، وبس. نحط عليه خضره، بس هوريكم الاول الخلطه هتعمل ازاي. متنسوش لايك واشتراك، فعلوا الجرس. معلش انا تعبانه، الصوت عندي برد فمش عارفه اوضح الصوره قوي، بس على قد ما بقدر ان انا بعمل لكم الفيديو للقرنبيط اللي احنا هنعمله، ومعاه البتنجان المسلوق بتاعنا اهي. دي الخلطه اللي هنحط فيها القرنبيط. احنا قلنا عشان انا كنت بصور ومش فاكره نفسي ان انا بصور طبعا ما كانش متداس على الزرار. حطينا ميه وعليها دقيق، دي اهو. حطينا كزبره، وحطينا 3 بيضات، كزبره خضراء، كزبره ناشفه، توم بودره، ملح، فلفل اسود، كمون، معلقه عشان تدي القرمشه بيكنج باودر، ومعلقه كاري عشان تدي الصفار اللي احنا بنشوفه في المحلات بتاع القرنبيط. طبعا معلش اعذروني لان انا كان التليفون فاكره بيصور وهو ما كانش بيصور، وانا مش شغاله عشان بشتغل وماسكه التليفون بايدي. متنسوش لايك واشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بقى ونعرف نشتغل حلو اهو. دي الخلطه بتاعتي، بس تقولها اهي، طعمها حلو وريحتها حلوه. طبعا التوم بيدي ريحه فيها جميله. بتحط فيها الورده، وبعدين في زيت غزير يكون مقدوح تنزل فيها، ونبتدي نقليها وهوريلكوا عملنا ايه. طبعا القرنبيط بتاعي اهو بنبتدي نمسكه ونروح اهو سقطينه كده اهو. وبعدين نحطه زي ما انا قلت لكم في الزيت ونطلعه
كده يبقى احنا عملنا القرنبيط بتاعنا. متنسوش لايك واشتراك وتفعلوا الجرس. هقليه واوريكم عملنا ايه. اهو نحط هنا كده الزيت اهو قطعناه، هننزل فيه القرنبيط بتاعنا اهو. خلي بالكوا بس اهو الورد بتاعنا اهو. القرنبيط اهو شكله جميل ازاي. عايزين نشوف حاجه هنعمل بس كده من واحد. خلي بالكوا طبعا الزيت بيحتاج زيت كتير. اهو كده كده طلعه. كده بتاعي اهو. بسم الله والصلاة والسلام على حبيب رسول الله عليه الصلاة والسلام. بألف هنا وشفا اهو. بعدين نبتدي نعمل ايه البتنجان المسلوق جنبه. احنا قلنا كفايه حاجه مقليه وحاجه ايه مسلوقه. والبتنجان اهو هنبتدي نعمل الدقه بتاعته. ماشي. نحط الثوم كب ايه، نحط الثوم، فلفل، ملح، كمون، عصير ليمون، خل، ميه البتنجان اللي احنا سلقنا فيها هنحط منه شويه عليه، وبعدين ايه نفرمهم وارجع لكم اوريكم. حابين تحطوا هريسه ماشي، حابين تحطوا شطه ماشي، كمون طبعا اكيد، ليمون، خل، ميه البتنجان اللي احنا سلقنا فيها هنحط منها شويه. كل ده هنحطه فوق بعض ونضربه واوريكم هنعمل ايه. كده انا خلصت عملت الدقه زي ما انا قلت لكم. هبتدي انزلها كده اهي كده جاهزه. البتنجان بتاعي جميل اهو 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 مع القرنبيط. حبيتي تحمري بطاطس ماشي، بألف هنا. اهي فكرة غدوة. بألف هنا وشفا على قلبكم. ما تنسوش لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مطبخ مريم.